بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت نوريكم اليوم الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أنا بتاريخ 25 نوفمبر 2011 قاعدين نقرأوا في الرائد الرسمي ونلاحظوا في الأوامر والقرارات لاحظنا عدد التسميات والتكليفات بالخطط الوظيفية اللي قاعدة تصدر من الحكومة حاليا. كل الأوامر والقرارات قاعدين يسميوا في رؤساء مصالح ورؤساء دوائر معتمدين، ينهيوا في تكليف العديد من الأشخاص وقاعدين يسميوا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة التربية. معناها شيء أنا شخصيا عمري ما شفت رائد رسمي بالطريقة هذه. تفرجوا: وزارة التجهيز، وزارة التخطيط والتعاون، وزارة أملاك الدولة. الحكومة هذه قاعدة تسمي وقاعدة تعفي في ناس من مهامها ما نعرفوش بنا صفة، ونعرفوا كل اللي ما زال لهم من أيامات ويغادروا. فرش عن التكليف في وزارة العدل، صفحات كله تكليف. فرجوا معنا كل ناس قاعدة تستقيل وناس قاعدين يكلفوا. وزارة الداخلية، شوفوا التكليفات والتعيينات في وزارة الداخلية. شوفوا الناس كل مع بعضنا. معناها صفحات كاملة تاع رائد رسمي، تكليف وتسميات في خطط وظيفية لإطارات ثانية في الدولة. هذا كل شكون قاعد يراقب فيهم، شكون قاعد يصح الأوامر هذه. فرج هي كل في وزارة الداخلية. هذا وزارة المالية. وزارة المالية ما فيهاش حاجة كبيرة. وزارة الشؤون الدينية. سيدي، وزارة الشؤون الدينية باش تسمي في العباد وتكلف العباد. توقع الفترة الانتقالية علاش وشكون من العباد هذم، كيفاش تم التسمية نتاعهم، ما ينجموش يصبروا حتى لين حكومة جديدة تشد الخدمة نتاعها. فرجوا وزارة التربية. وزارة التربية سدوا بالكتيبة بالسبلسطرة ولا يعمل في جداول. جداول تسميات مندوبين جهوي للتربية. التسميات متفقدون المدارس الابتدائية تم ذكرهم في رتبة متفقد أول المدارس الابتدائية. فرجوا القائمات. هذا كل فرد رائد رسمي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلف السيد كذا كذا. وزارة التجارة والسياحة. وزارة الفلاحة والبيئة. الناس كنت تخدم مع بعضها. سمي مدير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الآتي ذكرهم على سبيل التسوية. فرج قائمات. هذه وزارة أملاك الدولة. كل على بعض. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. هذه الأوامر والقرارات اللي قاعدين ياخذوا فيها تسميات وخطط وإعفاء الناس من مهامهم. بعد نقولوا الاقتصاد مش يطيح. وزارة التجهيز، وزارة النقل، وزارة الصحة العمومية.
هذا كل شيء مش معقول. أو في هذا رائد رسمي تاريخ 29 نوفمبر، نذكروا لهذا تاريخ 25 نوفمبر، بعد 3 أيام، بعد 4 أيام عاود التسميات. هذه وزارة المالية هاي جات توا تسميات. الوزارة الأولى زي 29 نوفمبر كما قلنا. التسميات. أنا اللي يحب يعرف هاو الصفحة وهاو التاريخ. هاو وزارة المالية. كل تسميات، كل تكليف وتسميات في خطط وظيفية جديدة. الأمور هذه كانت لازم تصبر حتى للناس ياخذوا أماكنهم، الناس تبدأ تخدم على قاعدة صحيحة. شنو هي الغاية من السرعة هذا والتسرع هذايا في التسميات الوظيفية في كل وزارة. هاو وزارة التربية مرة أخرى، هاو تسميات جديدة. هاو ملاك الدولة، شؤون العقارية، كل فسيد كذا. كل هذا تفرجوا الصفحة هذه. شنو الوزارة هذه؟ وزارة التجهيز. وزارة التجهيز صح عليم في المبزرة. صفحة كاملة تفرجوا. صفحة كاملة، صفحتين. صفحتين تسميات في خطط وتكليفات وكذا. هاي الخدمة. هاو مع بعض. الخير مازال قدام راه. فرجوا يا شباب تونس. فرجوا. وزارة الصحة. أظن كلش كانوا وفين كانوا ما نعرفش شنو فرجوا. ولذلك نداء للخيال كل هذا اش قاعد يصير في الإدارة التونسية تو. الناس خايفين فاش قاعدين معناه يعملوا شيء غريب ونقطة استفهام. وهذه رسالة إلى الحكومة الجديدة يحتمل لإعادة نظر في التسميات الكل. بارك الله فيكم.